يا صباح الخير. وصفتنا النهاردة فطاير المقلاية السريعة بدون فرن وبدون عجن. هتعمليها تغيير في وجبة الفطار أو ممكن عشاء خفيف بمكونات بسيطة وسريعة. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة معايا عدد 2 بيضة هحطهم في بولة وعليهم رشة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، وأخلطهم مع بعض كويس. بعد كده كوباية مية دافية وكوباية من الحليب ومعلقتين زيت كبار. هقلب المكونات كويس جدا. بعد كده هجيب معلقة كبيرة من الخميرة الفورية واحطها على الخليط ونص معلقة صغيرة من السكر واقلبهم برضو علشان الخميرة تنشط. بعد كده معايا كوبايتين ونص من الدقيق وهنخلهم على الخليط بتاعي، وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب كل الخليط مع بعضه لحد ما يوصل للقوام زي الكيك. بعد كده هسيبه يخمر لمدة ساعة أو أقل، وهضيف عليه الخضار اللي عندي: فلفل ملون، بقدونس مفروم أو متقطع ناعم، بطاطساية مبشورة ناعم، جبنة موزاريلا، و3 قطع جبنة مثلثات وده اختياري. بعد كده هقلب كل المكونات مع بعض لحد ما القوام يتجانس وكل الجبن والخضار يتجانسوا مع بعض. بعد كده هجهز مقلاية واحط فيها زيت، واول ما يبدأ يسخن اوزع العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها لمدة دقيقتين. هتلاقي طروفها بدأت تستوي. هقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. ممكن تستعملوا مقلاية تيفال أصغر، هتتحكموا أحسن في العجينة. بعد كده طلعيها في طبق وهتشمي أحلى ريحة فطيرة ومستوية تماما من جوه. بس كده. أتمنى أن الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. كان معاكم ندى جمال.